السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حلقه جديده من دنيا المطبخ. النهارده ان شاء الله هنملح مع بعض السردين والبسارية على طريقه الفسخانيه بكل اسرارهم. هتشوفوها جوه الفيديو. بس لو اول مره بتشوفوني ياريت تحطوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وتعالوا يلا بينا نشوفوا عملته ازاي. وكمان نسيت اقول لكم ان انتوا هتاكلوه في خلال 5 ايام بس. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه معايا كيلو من السردين او البسارية. انا جايبه كيلو، هو كده مجموعه من البسارية والسردين. اهم حاجه يكون طازه. حجمه زي ما انتم شايفين احجام مختلفه بس كلها يعتبر كبيره. يعني مش البسارية الصغيره قوي. اهم حاجه تعرفي طازه ازاي ان انتي يكون لونه فضي كده مخضر. ده تعرفي ان هو طازه وهيطلع لك سردين تحفه. انا جبته شطفته كده بالمصفى تحت الميه، تحت الحنفيه. يعني ما نقعتهوش ولا اي حاجه خالص، يا دوبك كده شطفته شطفه وسبته يتصفى لحد ما تصفى ميته خالص. دلوقتي بقى جبت طبق كبير حطيت فيه مناديل مطبخ. تقدري ان انت تحطي قماشه مستغنيه عنها. اول ما تصفي الميه بتاعتها ترميها. انا بحطه كده عشان انشفه. حطيته يوم كامل او على الاقل ساعتين. انا حطيته من اول اليوم لحد اليوم بالليل، يعني اخر النهار كده. رحت شغاله فيه، سبته لحد ما صفى الميه بتاعته خالص ونشف. ونزل كل الدم اللي بيبقى جواه. فتفرديه بقى كده زي ما انت شايفه، ولو عندك حاجه اكبر برضك يعني يكون احسن عشان يتفرد حلو. اهم حاجه بقى ان انتوا تغطوه بكيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده عشان منعا لاي حشره او يعني دبانه ناموسه تقف عليه. عشان الحاجات دي هي اللي بتخليه يعفن ويبوظ مننا. دي اهم خطوه ما تنسوهاش. دلوقتي بقى هقول لكم على اسرار الفسخاني. ده سر من اسراره ان هو بيخلل بالملح الخشن، مش بيخلل بالملح بتاعنا بتاع الاكل بالناعم. انا معايا 4 من الملح الخشن، 4 معالق. ودلوقتي كمان بيحطوا شطة اللي هو بتشوفوه محبش كده عند الراجل وبيبقى لونه محمر. هو ده السر بتاعهم. بيحطوا معلقة شطة. انا حاطة معلقة شطة ونص معلقة كركم. هي ده اسرارهم في تخليل السردين. و... وكمان اللي هو بيبقى حامي كده ومشطط. هو ده السر بتاعهم. بيحطوا الملح الخشن عشان يفضل مستوي، وكمان الشطة عشان تحافظ عليه وبتديله طعم ولون وريحة. ودلوقتي بقى أنا يعني نسيت اقول لكم على السر التاني، وهو ورق اللورة. هما في فسخانية بتحطوه عشان بيدوله طعم وكمان بيديله ريحة وبيحافظ عليه كمادة حافظة. تمام. دلوقتي بقى هنبتدوا ان احنا نشتغلوا في تخليل السردين. جبته بقى زي ما انتوا شفتوا كده، نزل المية بتاعته كلها. هبتدي بقى اشتغل في الحاجة اللي انا هخلل فيها، اذا كان برطمان، اذا كان علبة، اذا كان علبة تلاجة. انا عن نفسي دي يعني ممكن ملحوظة تاخدوها مني، ان انا بخلله في علبة انا مستغنية عنها. زي كده علبة اكون جاية فيها جبنة او حلاوة، عشان بعد ما السردين يخلص ما تعبش في غسيلها فبرميها. فيعني ببقى مستغنية عنها، مش انا مشترياها. تمام. بجيب بقى العلبة بحطها كده فيها كيسين، يعني بدخل جواها كيسين. وببتدي ان انا اهم حاجة تكون اكياس بيضة. تمام. ببتدي بقى ان انا ارش رشة من خليط الملح والشطة والكركم اللي احنا عملناه مع بعض وجهزناه عشان نخلله بيه. ده بقى بحط الرشة كده في القعر، رشة محترمة كده. وببتدي ان انا اضيف السردين بتاعي الاحجام الكبيرة من تحت. كده كده هنقلبوه، بس برضك حطي الاحجام الكبيره من تحت عشان برضك تعتبر اول ليله او اول ليلتين تبقى دي اللي من تحت. يعني تاخد سواها الاول. تمام. عشان طبعا البسارية دي صغيره جدا. لو انت هتعملي بسارية بس ممكن تاكليها في خلال 3 4 ايام تفتحي عليها. لكن طالما في سردين اديها وقتها واديها يوم زياده. تمام. شايفين بقى انا رصيتهم ازاي عكس بعض؟ يعني الواحدة تبقى الراس في الديل في الديل. تمام. وحطيت بقى بعد ما رصيت اول رصة رشيت عليها رشة من الملح والخلطة اللي احنا عاملينها، الملح والشطة والكركم. وحطيت رصة تانية يكون عكسها، يعني الراس متبقاش على يعني راسها
تبقى على ديلها. تمام. طبعا انتوا ملاحظين انا عملت ازاي. شايفين عكست الرصه. اهم حاجه ان انت تعكسي الرصه كده زي ما احنا بنخلله الفسيخ. تمام. وبعد ما بتخلصي الرصه بترشي رشه من الملح. بعد ما خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين وخلاص الكمية كلها اترصت ادوار كده ما بينهم ملح. اخر حاجة بحطها رشة من الملح تاني ويكون رشة محترمة. انا الملح اللي معايا خلص اللي انا مخلطة عليه الشطة والكركم. جبت حبة ملح تاني ابيض مفيش مشكلة عادي، ما انا كده كده حاطة شطة ياما، ما خلطتش عليه حاجة، رشيته كده من فوق. واحط كمان معلقتين زيت كده على الوش، دول بردك بيدوله طعم وكمان بيحافظوا عليه، يعني زي مادة حافظة الزيت ده بيبقى عليه كده. وما تنسوش تحطوا ما بين الراستات ورق اللورة اللي انا قلت لكم عليه. وكمان انا كنت هنسى هنا احطه على الوش، حطيت بقى اخر حاجة اللي هما الورقتين كبار كده من اللورة، وابتدي ان انا اقفلها كده. هو خلص موضوع التخليل، سهل جدا وبسيط. بس حافظوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها في الاول، هتاكلوا احلى سردين ان شاء الله. بقفلها كويس قوي، ويا ريت وانتوا بتقفلوا تخرجوا كل الهواء اللي جواها. تمام. بعد ما قفلتها كده وقفلت كمان الغطا، بجيب بقى كيس بردك وبقفله. يا ريت اكياسك كلها تكون باللون الابيض، بلاش اللون الاسود خالص، عشان اللون الابيض بيحفظ يعني بيبقى انضف من الاسود ده كده خليته بقى كده في مكان على رخامة المطبخ او اي حاجة. ده بقى تاني يوم بقول لكم بصوا بقى الكيس نفخ كده في ساعتها ازاي الصراحة. في منتهى الجمال. انا كنت ضامنة ان هو هيطلع احلى سردين. بقلبه يعني. ده كده تاني يوم انا قلبته على الوش التاني. يعني انا عملته النهارده، استنيت على يعني عملته النهارده بالليل، بكره بالليل رحت جايه قلباه على الوش التاني عشان كله يتملح من بعضه. وخليته انا الصراحه فتحت عليه بعد 6 ايام، يعني كانوا 5 ايام بس احنا ما كناش عايزين ناكلوه. فتحت عليه اليوم السادس وحياة ربنا. عشان ابقى صريحه معاكم، ده اليوم السادس ليه. بصوا بقى كده. طبعا كان ممكن يتاكل من رابع يوم او 5 يوم بس احنا ما كناش عايزينه. بصوا بقى الكيس منتفخ ولونه باين عليه. وكمان ريحته عايزه اقول لكم كان نفسي ان انا اطلعها لكم في الفيديو. ريحته كانت قلبة الدنيا بجد. ببتدي بقى ان انا افتحه كده واوريه لكم. بصوا اللون بتاعه، لون اللي بيبقى عند الفسخاني اللي احنا يعني بيغرينا كده وبيجري ريقنا اول ما بنشوفوه. تعرفوا منين ان هو استوى وان هو كويس؟ اول ما تلاقي الكيس منتفخ ومنزل الميه بتاعته كده، اعرفوا ان انتوا هتاكلوا احلى سردين. بصوا بقى السردينية او البسرية محتفظة بشكلها، محتفظة بلونها، مش مهرية. ده بقى اسرار الفسخاني اللي انا قلت لكم عليها. ان انتوا بس شايفين بيلمع ازاي. اهم حاجة يكون طازة، والملح الخشن يا جماعة، الملح الخشن هو اللي بيخلي السردينية محتفظة بشكلها زي ما انتوا شايفين كده، ما بتتهريش وبتبقى دبلانة ولونها بيغير. شايفين بقى كده اللحم ماسك نفسه ومستوي جدا ولونه محمر من جوه في منتهى الجمال. وعملناه في منتهى السهولة، مفيش اي حاجة كلفتنا، وباسرار الفسخاني وعلى طريقة الفسخاني. شايفين بقى طلع زي الزبدة ازاي، تحفة جدا ولونه ممتاز. انا اكلت منه مع اني يعني كنت لسه واكله، بس الصراحة طعمه تحفة. شايفين بقى لونه، شايفين طالعه متماسكه ازاي، ما تهرتش مني. الصراحه تحفه جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى اكون خفيف عليكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم في كومنت. ولو استفدتوا اي حاجه من الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، وتحطوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل الاشعارات بالوصفات الجديده اللي هنزلها. اشوفكم في رعايه الله.